كتير من الروايات المشهورة بتتحول لأفلام سينمائية، وساعتها بيظهر السؤال المعتاد: مين الأفضل، الفيلم ولا الرواية؟ في السلسلة دي هنشوف عدة روايات تحولت لأفلام سينمائية، وهنقارن ما بين الرواية والفيلم ونشوف مين فيهم الأفضل. الحلقة دي هتكون أول حلقة في سلسلة الرواية ولا الفيلم، وبما إن دي أول حلقة في السلسلة وكمان أول حلقة لينا في 2024، فضلت تكون البداية برواية مشهورة جدا، وهي روايتي المفضلة ذا كونت اوف مونte كريستو. خليكم معانا. مبدئيا كده الحلقه هتلاقوها متقسمه في الديسكربشن تحت، لو عاوزين تروحوا للجزء الخاص بالمقارنه هتلاقوه في الديسكربشن، لكن الافضل انكم تشوفوا الحلقه كامله وتشوفوا مناقشه الافلام اللي هنتكلم عنها. مبدئيا كده محتاجين نعرف الروايه الاصليه، وهنا هتكلم عن الروايه الاصليه زي ما كتبها الكسندر دوماس اول مره، وصدرت 1844 بدون اي اضافات او تعديلات. الروايه بتتكلم عن شاب عنده 19 سنه اسمه ادموند دانتس، ما بيعرفش اي حاجه غير انه بحار، لا بيعرف يقرا ولا يكتب، ولكنه كان محبوب من كل اللي حواليه. دانتس كان بيشتغل على سفينه بيملكها بحار اسمه كابتن ليكريك، وكان بيشتغل على السفينه دي برضه بحار كمان اسمه دانجلرز، وده كان في الظاهر انه بيحب دانتس وبيساعده، لكن من جواه كان بيغير من دانتس، وده لان كابتن ليكريك كان بيفضل دانتس، وكابتن ليكريك ما كانش عنده اولاد فكان بيعتبر دانتس زي ابنه. وفي مره وفي احد رحلات السفينه بعد ما طلعت من ميناء مارسيليا بتسوء الاحوال الجويه وبتسوء صحه كابتن ليكريك، دانتس بيقترح على الكابتن ليكريك انهم يرسوا في اقرب جزيره لحد ما الاحوال الجويه تتحسن وكمان صحته تتحسن، فبيرسوا على جزيره الإلبا. احداث القصه دي كانت بتحصل سنه 1815. في الفترة دي كان نابليون بالفعل منفي في جزيرة الإلبا، كمان كابتن ليكريك كان من أتباع نابليون أيام ما كان نابليون بيحكم فرنسا، وعلى جزيرة الإلبا كابتن ليكريك بيقابل نابليون، ونابليون بيديله جواب بيطلب منه توصيله لأحد أتباعه في مارسيليا اسمه نوارتيه. دانجلرز بيشوف ليكريك وهو بيقابل نابليون وبياخد منه الجواب، وبعد فترة من وجودهم على الجزيرة بتسوء صحة كابتن ليكريك، فبيطلب من جميع اللي على السفينة انهم يسيبوه هو ودانتس لوحده، لكن دانجلرز الدافع الغيرة والحقد بيستخبى عشان يسمع هم هيقولوا ايه. كابتن ليكريك بيدي الجواب لادموند دانتس وبيطلب منه توصيله لنوارتيه، وطبعا دانتس لا بيعرف يقرا ولا يكتب. كمان كابتن ليكريك بيقول لدانتس انه كتب الشركه والسفينه باسمه، طبعا دانجلرز بيسمع الكلام ده وبيغضب جدا، وده لانه كان طمعان ان هو اللي يملك الشركه والسفينه بعد كابتن ليكريك. بيموت كابتن ليكريك، بيعود دانتس لمارسيليا وبيقرر انه يتجوز خطيبته مرسيدس اللي كان متقدم لها ابن عمها فرناندو مونديجو، ولكنها رفضته. مونديجو كان صاحب دانتس هو كمان. بيحدد دانتس ومرسيدس ميعاد الفرح وبيدعو اصدقائهم للفرح، لكن قبل الفرح مباشره بيقابل مونديجو دانجلرز جاسبرد ده كان راجل كبير قد والد دانتس وكان جارهم، لكن جاسبرد كان بيشتغل في التهريب وكان عنده امل ان دانجلرز هو اللي هيملك الشركه وهيساعده في عملياته. بيتقابلوا الثلاثه مع بعض وبيفكروا ازاي يخلصوا من دانتس. فرناندو عاوز يخلص من دانتس عشان ياخد مرسيدس، ودانجلرز عاوز يخلص من دانتس عشان يستولى على الشركه والسفينه. بيفكروا يخلصوا منه ازاي، ولكن جاسبرد بيقول لهم ان انتوا لو خلصتوا منه هتدخلوا السجن. وعلى ذكر السجن بيفتكر دانجلرز الجواب اللي اداه نابليون لكابتن ليكريك، وان الجواب دلوقتي موجود. جاسبرد بيقترح عليهم ان هم يبلغوا الشرطه عن الجواب الموجود مع دانتس، ويبلغوهم انه تبع نابليون وانه بيخطط لمساعده نابليون في قلب نظام الحكم. وبالفعل دانجلرز بيكتب جواب للشرطه وبيبعته فرناندو، ويوم فرح دانتس بتيجي الشرطه عشان تفتش وبتلاقي الجواب مع دانتس وبتقبض عليه. بيتاخد دانتس للمحكمه وبيقول لهم انه لا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا يعرف الجواب في ايه، وانه كل اللي مطلوب منه انه يوصله لشخص. القاضي بيصدقه وبيطلب منه الجواب، لان الجواب هيكون دليل براءته باعتبار انه ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، وانهم هيقبضوا على الشخص اللي بيكلمه نابليون. القاضي كان اسمه فيلفورد، واول ما القاضي فيلفورد بيفتح الجواب وشه بيتقلب وبيغضب جدا. بيدخل القاضي فيلفورد جوه وبيحط الجواب على الشمعه وبيولعه، وهنعرف بعدين ان اللي اغضب القاضي ان الجواب كان مبعوت لنوارتيه، ونوارتيه ده كان يبقى ابو القاضي فيلفورد، وبكده القاضي بقى محتاج يخلص من اي حد يعرف حاجه عن الجواب ده عشان ما ياثرش على منصبه لو اتعرف ان ابوه من اتباع نابليون. فيلفورد بيتفق مع دانتس انه خلاص هيديه براءه، ولكنه هيروح مع الشرطه بس شويه لحد ما يخلصوا الاجراءات. دانتس بيتاخد بيروح للسجن شاتو دي اف، وده سجن كان موجود وسط البحر. دانتس بينتظر في الزنزانه، بتعدي ايام وشهور، بيبتدي يعمل مشاكل في الزنزانه، عاوز يعرف ايه اللي بيحصل، وبيطلب كتير انه يقابل قاضي فيلفورد عشان هو وعده بالبراءه،
لحد ما بيجي الحارس ويقول له ان القاضي فيلفورد هو اللي حكم عليه اصلا بالسجن. فرناندو بيروح للقاضي فيلفورد وبيطلب منه مساعدته في انه يتجوز مرسيدس. فالقاضي فيلفورد بيصدر شهاده وفاه باسم دانتس وبيديها لفرناندو عشان يروح يقنع بيها مرسيدس ان دانتس خلاص مات، ولكنها برضه بترفض وبتفضل قاعده مع والد دانتس تاخد بالها منه. موريل اللي كان بيساعد دانتس على السفينه كان متعاطف مع دانتس وبيحاول يلاقي له حل، وبيحاول يوصل رساله دانتس وبيقول له ان نابليون راجع، ولو نابليون انتصر في المعركه هيرجع هو للبلد وبالتالي هيخرج اتباعه من السجن، وبالتالي تكون فرصه دانتس للخروج من السجن هي انتصار نابليون. لكن زي ما احنا عارفين نابليون بينهزم في معركه ووترلو، وبكده تكون انتهت جميع فرص دانتس للخروج من السجن. وبعد مرور سنوات على وجود دانتس في السجن هو قاعد في زنزانته بالليل بيسمع صوت خبط في الحيطه وبيشوف جزء من الحيطه بيقع، فبيحفر وبيطلع له شخص عجوز اسمه الاب فاريا. فاريا الراجل العجوز لما بيشوف دانتس بيغضب جدا وبيفهم منه دانتس انه بقاله سنين بيحفر النفق ده عشان يهرب من السجن، لكن بعد الحفر ده كله اكتشف انه كان بيحفر في الاتجاه الغلط وانه حفر عشان يخرج من زنزانته يروح الزنزانه اللي جنبه عند دانتس. فاريا بيطلب من دانتس بما انه شاب انه يساعده في الحفر لانه اكيد هيحفر بقوه اسرع منه وبالتالي يقدروا يخرجوا هما الاثنين مع بعض. دانتس بيقرر يساعد فاريا وبيصنعوا سكينه عشان يحفروا بيها عن طريق ترابيزه خشبيه كانت موجوده في الزنزانه، وفي المقابل فاريا كان بيعلم دانتس القراءه والكتابه والعلوم والمبارزه. ومع مرور الوقت كل واحد فيهم ابتدى يحكي قصته. دانتس حكى قصته لفاريا وفاريا ساعتها فهم اللي فيها وابتدى يشرح لدانتس وفهمه المؤامره اللي اتعملت عليه من دانجلرز ومن ديجو وجاسبرد وكمان القاضي فيلفورد. وبيقرر دانتس انه لما هيخرج هينتقم منهم. فاريا كمان بيبتدي يتعب فبيبتدي يتكلم مع دانتس عن قصه الكنز. دانتس ما بيصدقوش في الاول، لكن فاريا بيطلع له جزء من خريطه كان دافنها طول السنين اللي فاتت وبيحكي له انه اصلا اتسجن بسبب الكنز. بيقول له انه كان في الكنيسه وكان بيشتغل عند اسره كبيره في ايطاليا بيعلم ولادهم القراءه والكتابه والعلوم، وكان عارف ان الاسره دي عندهم ذهب وكنوز مخبيينها. الناس كانت طمعانه في كنز الاسره دي فدفنوه في جزيره بعيده وهو الوحيد اللي عارف طريق الجزيره. وفاريا بيوعد دانتس انهم هيقسموا الكنز لما يخرجوا من السجن، وبينتهوا فعلا من الحفر وبيقرروا خلاص انهم يهربوا. لكن قبل ما يهربوا بيتعب فاريا جدا وبيموت فاريا. ساعتها بيفكر دانتس هو ليه يهرب من النفق، ما يستنى لما الحراس يجوا ياخدوا الجثه عشان يخرجوها ويدفنوها بره، وساعتها ينام هو مكان الجثه ويخرجوه هم بره، ولما يدفنوه يبقى يحفر ويطلع يهرب. وبالفعل بيجي الحراس بيحطوا فاريا في شوال وبيعدي دانتس من النفق بعد ما الحراس بتمشي ينام هو في الشوال وينقل جثه فاريا مكانه في سريره. وبيجوا الحراس لكن دانتس بيكتشف انهم بعد ما خرجوا من السجن انهم بيربطوا في رجله بحجر وبيشيلوا الجثه وبيرموها في الميه. دانتس كان واخد معاه السكينه الخشبيه اللي صنعها عشان يقدر يفتح الشوال ويطلع منه لما يدفنوه زي ما كان متوقع، لكنهم رموه في الميه. بيطلع دانتس السكينه الخشبيه بيقطع الشوال وبيقطع الحجر اللي في رجله وبيفضل في الميه لحد ما بتعدي عليه سفينه. السفينه دي كان عليها مجموعه من المهربين. بيلاقوا دانتس في الميه بيطلعوه معاهم على السفينه، وساعتها السجن بتضرب فيه الاجراس وبيعلنوا هروب احد المساجين. بيخاف دانتس انهم يسلموه لكنهم بيقولوا له ان هم اصلا مجموعه من المهربين المطلوبين للعداله، ولو راحوا يسلموه هم كمان هيتقبض عليهم. وفي احد المرات هم على السفينه البحاره كانوا سكرانين وقرروا ان هم يتسلوا بانهم يرموا واحد منهم في الميه، وطبعا اختاروا واحد منهم كان اسمه جاكوبو، وده ببساطه لانه اسمر، وطبعا زي ما احنا عارفين فرنسا مش بلد عنصري ولا حاجه. بيقرروا يرموا جاكوبو من السفينه لكن دانتس بيدافع عنه وبينقذه، فبيقرروا يرموا الاثنين بره السفينه. ولكن دانتس بيقدر يقنعهم ان هم لو سابوه على السفينه ووصلوه للمكان اللي هو عاوزه هيديهم ذهب كتير. ما بيصدقوهوش طبعا، ولكن هم ما كانش عندهم حاجه يخسروها، هم كده كده هربانين وبيشتغلوا في التهريب، فبيوافقوا على عرض دانتس يمكن يطلع عنده حق. جاكوبو بعد ما دانتس بينقذه بيقرر انه يشتغل عنده بقيه حياته بما انه انقذ حياته. دانتس بيطلب منهم يوصلوه جزيره مونت كريستو. دانتس بيوصل فعلا للجزيره، بيروح دانتس وجاكوبو لمكان الكهف وبيحفروا وبيطلعوا الكنز اللي قال له عليه فاريا. بيطلب من البحاره ان هم يوصلوه وبيديهم ذهب، وبيروح يشتري سفينه لنفسه، وكمان بيغير اسمه وبيسمي نفسه الكونت دي مونت كريستو. بعد مرور 20 سنه في السجن بيرجع دانتس لمارسيليا، ولكن بشخصيته الجديده الكونت دي مونت كريستو. بيقابل زمايله البحاره اللي كانوا معاه على السفينه زمان وعلى راسهم موريل. بيلاقي ان حالتهم بقت سيئه جدا وفقراء جدا ومديونين. بيوزع عليهم فلوس وبيدي لموريل فلوس وبيسدد ديونه، وكمان بيديله سفينه وعليها بضاعه عشان يشتغل من اول وجديد. بيروح دانتس بعدها يشوف ابوه فبيلاقي مرسيدس عنده ولسه مستنياه. بياخدها دانتس وبيمشوا، وبيسأل مرسيدس ايه اللي حصل للناس الباقيين لانه رجع يدور عليهم ما لقاهمش. مرسيدس قالت له ان فرناندو اتقتل في معركه ووترلو، ودانجلرز حصلت عاصفه في البحر والسفينه اتقلبت وغرق، اما جاسبرد فخلاص بقى راجل كبير جدا في السن ولو سابه هيموت لوحده. وما سمعناش اي حاجه عن القاضي فيلفورد او عن نوارتيه، واللي اكيد بعد مرور 20 سنه بقى راجل مهم جدا في الدوله، لكن الروايه تجاهلته تماما. بياخد دانتس مرسيدس وبيركب السفينه وبيمشي، وبتنتهي الروايه نهايه مثاليه او زياده عن المثاليه حبتين.
You find your own tree. نروح بقى للأفلام. أول حاجة هنتكلم عن الأفلام اللي تم اقتباسها من الرواية دي، والاقتباس هنا كان إنهم أخدوا التيمة الرئيسية للرواية وأضافوا ليها أو عدلوا عليها. والتيمة الرئيسية في الرواية كانت إما السجن ومحاولة الخروج منه، أو حد مظلوم بيتسجن فبيخرج من السجن يقرر الانتقام، ودي التيمة الغالبة اللي هنشوفها في كل الأفلام اللي تم اقتباسها من الرواية. وقبل ما نتكلم عن السينما العالمية تعالوا نشوف إزاي تم الاقتباس ده في السينما العربية. البداية كانت مع بداية السينما في الثلاثينات وتحديدا سنة 1938 عن طريق فيلم الكنز المفقود لإبراهيم لاما، واللي كتب له السيناريو بديع خيري. الفيلم بيتكلم عن أمين اللي بيتسجن ولكنه بيهرب من السجن، بيسمع أثناء هروبه عن قصة كنز بتاع مهرجة هندي سرقوه بعض اللصوص ولكنهم غرقوا بيه في البحر. بيقرر أمين إنه يروح يدور على الكنز وبالفعل بيلاقيه وبيهرب وبيرجع بعد 20 سنة عشان ينتقم. وفي عام 1976 بنشوف فيلم دائرة الانتقام للمخرج سمير سيف. الفيلم كان من بطولة نور الشريف وميرفت أمين. الفيلم بيتكلم عن جابر الشاب اللي قرر يشترك في عملية سرقة بدافع إنه يحصل على المال ويتزوج من خطيبته، ولكن شركائه بيغدروا بيه بعد عملية السرقة وبيلبسوه قضية وبيتسجن وبياخدوا هما الفلوس، وحياته بتختلف تماما، بل إن كمان أحد شركائه تزوج فعلا من خطيبته، فبيقرر جابر بعد ما يخرج من السجن إنه ينتقم منها. وفي عام 1989 بنشوف فيلم الظالم والمظلوم للمخرج حسام الدين مصطفى. الفيلم برضه كان من بطولة نور الشريف وبرضه كان اسم الشخصية جابر. ومعلومة كده على الماشي لو ما تعرفوش إن نور الشريف اسمه الحقيقي أصلا محمد جابر. الفيلم بيتكلم عن جابر اللي بيشتغل في ميناء اسكندرية، ولكن مجموعة من اللي كان شغال معاهم بيغدروا بيه، بيغتصبوا مراته وبيقتلوها وبيلبسوه قضية القتل وبيتسجن جابر. بيخرج جابر من السجن وبيقرر انه ينتقم منهم. وعلى مستوى الدراما التلفزيونية في عام 2023 شفنا مسلسل رشيد للمخرجة مي ممدوح ومن بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور. المسلسل بيتكلم عن رشيد اللي بيتسجن ظلم وبيخرج من السجن بيغير شخصيته عشان يرجع ينتقم من اللي سجنوه. وبرضه قبل ما ندخل على الأعمال العالمية تعالوا نشوف ازاي تم اقتباس القصة في آسيا. في عام 2018 بيصدر مسلسل في اليابان باسم مونت كريستو جريت ريفنج، مقتبس برضه من نفس الرواية. وفي عام 1986 بيصدر فيلم هندي اسمه أكاهيري راستا أو الطريق النهائي من بطولة أميتاب باتشان، ومقتبس برضه من الرواية الفرنسية الشهيرة ذا كونت في مونت كريستو. وبالمناسبة الفيلم ده هو نفسه فيلم الظالم والمظلوم العربي بتاع نور الشريف اللي اتكلمنا عنه. أما عن السينما العالمية ففي عام 2005 بيصدر الفيلم الأيقوني في فور فينديتا. My favorite film, The Count of Monte Cristo, with Robert Donat as in الفيلم برضو نقدر نقول عليه إنه مقتبس من رواية ذا كونت في مونte كريستو. مش هتكلم عن الفيلم ده كتير لأن احنا سبق واتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة كاملة، واحدة من أفضل الحلقات على القناة هنا، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، لازم تشوفوا الحلقة دي خصوصا وإننا داخلين على 25 يناير. وفي عام 1994 شفنا فيلم مهم جدا بيتكلم عن واحد بيتسجن ظلم وبيحاول لمدة 20 سنة انه يحفر ويهرب من السجن ويخرج منه ويطلع ثروة كانت مدفونة ويعيش من اول وجديد. الفيلم ده هو فيلم ذا شاوشانك ريديمشن المصنف رقم 1 على IMDb. الفيلم بالتأكيد مليان معاني اكبر من كده بكتير، لكنه بالتأكيد برضه مقتبس من الرواية الفرنسية ذا كونت في مونte كريستو. وعلى مستوى الدراما التلفزيونية شفنا برضه في 2005 مسلسل بريزون بريك اللي بيتكلم عن واحد بيدخل السجن ظلم وبيحاول يهرب من السجن بمساعدة اخوه اللي بيحفر برضه نفق عشان يهرب من السجن عشان يخرجوا وينتقموا من اللي ورطهم في المشاكل دي، وكمان يلاقوا الكنز المدفون اللي دفنوا واحد من المساجين الموجودين معاهم في السجن واللي كان مسجون لمدة 20 سنة. اتفقوا كمان مع السجين ده ان هم يهربوا مع بعض ويطلعوا الكنز، لكن طبعا السجين بيموت قبل ما بيتم الهروب. دي كلها كانت اقتباسات من الرواية، ولكن ماذا عن الافلام اللي خدت الرواية زي ما هي ونقلتها للسينما وبتحمل كمان نفس اسم الرواية؟ ده طبعا باستثناء النسخ العربي اللي اكيد هتكون باسماء مختلفة. على مستوى السينما العربية في عام 1950 شفنا فيلم أمير الانتقام للمخرج هنري بركات، وكان من إنتاج وبطولة أنور وجدي. الفيلم بيحتل المركز 61 في قائمة أفضل 100 فيلم اللي تم اختيارها سنة 1996 في الاحتفال اللي أقيم بمناسبة مرور 100 سنة على السينما. وفي عام 1964 بنشوف المخرج بركات بيعود تقديم فيلمه القديم أمير الانتقام مرة تانية ولكن بصورة جديدة واسم جديد وهو اسم أمير الدهاء، ومن بطولة
فريد شوقي. الفيلمين بيتكلموا عن حسن الهلالي اللي بيدخل السجن ظلم وبيتعرف في السجن على قصة الكنز وبيخرج ياخد الكنز ويرجع ينتقم من اللي ظلموه. بالنسبة للفيلمين العربي فهم مش هيدخلوا معانا مقارنة الفيلم ولا الرواية، وده لعدة أسباب أهمها إن الأفلام كان ليها توجه سياسي في بعض الأحيان زي ما اتكلمنا في سلسلة السينما السوداء وتحديدا حلقة السينما والملك. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. سبب كمان يخلينا نكتفي في المقارنة بالأفلام الأجنبية فقط وهو البيئة اللي دارت فيها الأحداث، وده لأن الرواية الأصلية أصلا فرنسية وبالتالي هتكون في نفس البيئة اللي نتجت منها الأفلام الأجنبية. سبب كمان هو توافر الإمكانيات في هوليوود، وبالتالي صناع السينما مش هيبقى ليهم حجة لما نيجي نتكلم في الجزء الخاص بالجودة. بالنسبة لظهور الرواية في السينما العالمية هنلاقي ان عندنا 3 افلام صدروا بيحملوا نفس اسم الرواية. في عام 2002 شفنا فيلم ذا كونت اوف مونت كريستو للمخرج كيفن رينولد، وفي عام 1975 شفنا برضه فيلم ذا كونت اوف مونت كريستو للمخرج ديفيد جرين بطولة ريتشارد تشامبرلين، وفي عام 1934 شفنا اول محاولة لتحويل الرواية لفيلم سينمائي عن طريق فيلم ذا كونت اوف مونت كريستو سنة 34 مع بداية السينما الناطقة. الفيلم كان من اخراج رولاند لي ومن بطولة روبرت دونات. لو قارنا الافلام دي ببعضها هنجد انه بالرغم من مرور السنين واختلاف العصور والتكنولوجيا وامكانيات التصوير والمونتاج والاخراج وغيرهم، الا انه يظل الفيلم الاول الابيض والاسود هو الافضل ما بين ال3 افلام من حيث جودة الصناعة. وبالتالي وبعد مشاهدة ال3 افلام قررت استبعاد الفيلم اللي صدر سنة 1975 والفيلم بتاع سنة 2002، وان اللي هيدخل في المقارنة هو الفيلم الاصلي الاعلى في الجودة اللي صدر سنة 1934. ونروح بقى للمقارنات عشان نحسم الحلقة دي. بالنسبة للحبكة كانت حبكة الرواية متماسكة أكتر من حبكة الفيلم. حبكة الرواية وإن كانت أخذت أكتر جانب المثالية ولكنها قدرت تفسر النهاية اللي كانت برضه مثالية ومناسبة للفرشة المثالية اللي كانت الرواية بتمهد ليها طول أحداث القصة. أما حبكة الفيلم فشفناها معتمدة على تيمة واحدة وهي برضه اللي كانت موجودة في كل الأفلام وهي الانتقام. شفنا كمان الأفلام أخذت جانب الواقعية لأن ما كانش طبيعي أبدا إن مرسيدس هتفضل قاعدة مستنية دانتس 20 سنة. في كل الافلام وحتى المسلسلات مرسيدس اتجوزت بعد سجن دانتس، وده واقعي جدا وما حصلش ابدا في اي وقت من الاوقات تواجد واحده بالوفاء المثالي ده اللي كانت عليه مرسيدس في الروايه. ولكن بالرغم من الواقعيه اللي انتهجتها الافلام الا انها برضو لجأت لتبرير زواج مرسيدس وانها يا عيني ما اتجوزتش بمزاجها وانها اجبرت على الزواج ده، وبالتالي ما كانش ينفع فرناندو يموت في ووترلو زي ما حصل في الروايه. الافلام حاولت تكون واقعيه بس في نفس الوقت تحافظ على المثاليه والنهايه اللي يحبها المشاهد، فظهرت الافلام مرتبكه وغير متماسكه. الشخصيات في الروايه كانت اوضح، كانت واخده حقها من حيث الكتابه والتعريف بيهم، على عكس الفيلم اللي تحس فيه ان الشخصيات اتكروتت عشان وقت الفيلم. تفاصيل الشخصيات كانت افضل في الروايه، ده طبعا باستثناء القاضي فيلفورد ووالدو نوارتيه اللي تحس ان حد قصهم عمدا من الروايه. بالنسبة للأحداث فالأحداث في الرواية كانت مرتبة وكل حدث بيمهد للحدث اللي بعده بطريقة منطقية. برضو ده طبعا باستثناء شخصية فيلفورد اللي أكيد بعد 20 سنة بقى شخص مهم في فرنسا، فالرواية ما عرفتش تتعامل معاه وتجنبته تماما لأن أكيد كان صعب على دانتس الوصول للشخصية المهمة دي. أما عن أحداث الفيلم فالتركيز على الانتقام خلاها عشوائية شوية وغير مترابطة. نقدر نقول إن التركيز على الانتقام في الفيلم فكك الفيلم. يحسب للأفلام إن بعضها حاول التطرق لشخصية فيلفورد والبعض اتجه لإنشاء قصة حب بين ابن مرسيدس وبنت فيلفورد، لكن دانتس طبعا إنسان نبيل ولا يمكن ينتقم من فيلفورد في بنته، وبالتالي كانت إضافة ملهاش لازمة على الرغم من اجتهاد صناع الفيلم. بالنسبة للجودة فالرواية كانت جيدة جدا ومتماسكة، ده طبعا باستثناء التجاهل المتعمد لشخصية فيلفورد. تقريبا كده القضاء كان عندهم نزيه زينا بالظبط. أما عن الفيلم فالفيلم كمان كان جيد جدا من حيث الصناعة والصورة بالإمكانيات المتاحة في الوقت ده. المخرج وفريق التمثيل والتصوير بذلوا مجهود كبير عشان يحاولوا ينقلوا الرواية وبأقل التكاليف، ومع ذلك الفيلم الأول زي ما قلنا أحسن كتير من جودة الأفلام اللي اتعملت بعدين في ظل الميزانيات والإمكانيات العالية. أما عن المميزات فالرواية مميزة أكتر، ممتعة أكتر، هتحس بتواصل معاها وانك قادر تشوف كل الاحداث بتفاصيلها بكل جوانب الشخصيات وانت بتقرأ. بس هتحس شوية بخيبة امل من اختفاء شخصية فيلفورد او من النهاية المثالية زيادة عن اللزوم، ولكن لو بتحب النهاية المثالية فاكيد هتكون مبسوط. الفيلم بيتميز في كونه من اوائل افلام السينما، ومع قلة الامكانيات قدر انه يحول الكلام الموجود على ورق لصورة كويسة جدا، وعلى قد ما قدروا حاولوا يعرضوا كل الاحداث وده يحسب لهم، وحاولوا يكونوا واقعيين واحترموا عقل المشاهد وان المثالية دي مش موجودة. بالنسبة للعيوب فمن وجهة نظري الرواية يعيبها عيبين فقط. العيب الاول هو المثالية الزايدة عن اللزوم،
والعيب الثاني زي ما قررنا قبل كده هو تجاهل شخصية فيلفورد اللي اختفت تماما من الرواية. أما عن عيوب الفيلم فالتضارب اللي كان ما بين الواقعية اللي عاوز ينتهجها الفيلم مع الحفاظ على المثالية أدى إلى عدم تماسك الحبكة. العيب الثاني هو الزمن اللي بتدور فيه أحداث الفيلم. المفروض إن دانتس اتسجن 20 سنة، والمفروض إن يكون عدى على الأحداث دي 20 سنة. ملامح الشخصيات وشكل الأماكن ما بتقولش إن عدى أبدا 20 سنة. صناع الفيلم ما ركزوش على فوارق الزمن وما خدوش بالهم مع تغيير الشخصيات والأماكن والديكور بتغير الزمن، وده يمكن من أهم عيوب الفيلم. وخلاصة المناقشة دي على مستوى الحبكة الرواية بتتفوق، على مستوى الشخصيات ما نقدرش نقول إن حد تفوق فيهم على التاني بفرق كبير، على مستوى الأحداث فأحداث الرواية مترابطة أكتر، على مستوى الجودة فالاتنين تقريبا على نفس القدر من الجودة، على مستوى المميزات فمميزات الرواية كانت أكتر من الفيلم في وجهة نظري، على مستوى العيوب فالاتنين فيهم عيوب سواء الرواية أو الفيلم. وبالتالي حصلت ده كله وبالمقارنة دي نقدر نقول إن في حلقة النهاردة الرواية أفضل من الفيلم. ومع ذلك كل الأعمال الفنية اللي اتكلمنا عنها النهاردة أعمال فنية قيمة جدا وتستحق المشاهدة، ونقدر نقول إننا رشحنا لكم في حلقة النهاردة أكتر من 10 أعمال فنية تستحق المشاهدة. قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، مين كان أفضل الفيلم ولا الرواية من وجهة نظركم؟ ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك على الحلقة واعملوا شير يمكن تعجب حد من أصحابكم، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم حلقاتنا أول ما ننزلها، واستنونا في الحلقات الجاية.